حاجات ما ينفعش تعملها في الجامعه عشان حرفيا هتضيع حياتك الجامعيه بلا استفاده حرفيا. واخر واحده حقيقي مهمه جدا، فخلونا نبدا على طول. رقم واحد، انك حاول جدا انك تكون علاقات كتير في الكليه. حقيقي العلاقات هتفرق معاك جدا، سواء بقى في سوفت سكيلز، سواء في حياتك الجامعيه، ان هي هتفيدك جدا في ملخصات، في حاجه. العلاقات هتفيدك جدا، هتشيل عندك حته الرهاب الاجتماعي ديت عشان وحشه جدا، معظمنا بيعاني منها، فحقيقي هتشيل الحته دي عندك جدا. تاني حاجه وهي نقطه انك تبقى بتكسل تدي اي حد او تفيد اي حد بمعلومه. ده اكبر غلط ممكن تعمله في حياتك، يعني في وقت الجامعه اكبر غلط ممكن تعمله هو انك ما تفيدش حد بمعلومه. انت اصلا لما بتفيد حد بمعلومه انت بتستفاد اكتر منه، فحاول اي حد يحتاجك في اي حاجه حاول تفيده لوجه الله. زي انت يعني انت هتاخد ربنا يديك حسنات، زائد ان انت ممكن الحاجه دي ربنا يوفقك عشانها، فانت متخيل انت بتسيب ايه. تالت حاجه وهو فتره الكليه كلها، لا اما ماشي بنظام ان انت بتذاكر كله مفيش رفاهيه، لا اما انت رفاهيه وما بتذاكرش خالص، فغلط. يعني انت لو مثلا فترة الجامعة دي لازم توازن، نص كده ونص كده، يعني تخلص الحاجات اللي عليك، الوقت الفاضي رفاهية. ما ينفعش ان انت تكون معظم الوقت بتذاكر، لا اما معظم الوقت انت مش بتذاكر، لا غلط. انت معظم الوقت يعني انت عندك اوقات كتير، انت قسم الوقت. يعني انت عندك وقتك 24 ساعة في اليوم، ده وقت كبير جدا. وقتك نظمه، بلاش يعني ان انت تكون اي حاجة وخلاص كده، لا، وقتك يتنظم. وقتك انت ماشي صح، انت مقسمه وقت للمذاكرة، وقت للرفاهية، وقت للالعاب، وقت، بص، انت وقتك كله وقت مثلا للرياضه لو انت بتحبها، والرياضه مهمه جدا. فانت يومك لازم يكون متنظم، يومك لازم يكون متقسم، ما تمشيش على حاجه واحده طول فتره الجامعه. فالحاجه دي كانت مهمه جدا يعني، فاخر حاجه دي مهمه جدا. بس كده، دي نهايه الفيديو. يا ريت بقى الفيديو يعجبكم، ما تنساش لايك، سبسكرايب، وانتظرونا في فيديو جديد. سلام.